قعدني بقى يا ابني، انا تعبت. الله يبارك لك اهو، انا زهقت. تعالى يا بابا خلاص هتقعد اهو. اقعد بقى هنا. ايوه زي ما انت كده. الله يكرمك. اقعد بقى، انا هكلم الراجل اللي هو اللي هيجي يأجر الشقه، مش عارف هي واحده ولا واحد. هيجي يبصمك على الورق وهجيب لك ال 2000 جنيه بتوع الايجار. بس ما تاخرش عليا. مش هتاخر عليك استاذه. بعد اذنك بس ثواني كده، كلمتين بس عشان ما يسمعك. انا عايزك بس تيجي على سن انت هتأجري الشقه وتبصمي ابويا بس على الورق ده. انا اجر شقه ليه؟ لا هو ده مش عادي ايجار شقه، يعني كده وكده، بس تخليه يبصم بس على الورق ده ضروري. ايوه ليه؟ بصي انا خايف اخواتي ياخدوا مني الورث وكده وما يدونيش حاجه بعد ما بابا يموت، والدكتور قال له فاضل له شويه وهيموت عشان تعبان بالكبد وكده، فانا بس عايز اضمن حق. هتمضي له بس على الورق ده وهديك 10000 جنيه. بصي خدي الفلوس معاك اهي. الفلوس معاك اهي. لحظه بس، يعني انت خايف اخواتك يسرقوك فانت تسرقهم؟ يعني انت خايف اخواتك يسرقوك فانت تسرقهم؟ انا هدي لهم حقهم ما تقلقيش. وانا اضمن منين ان انت تدي لهم حقهم؟ انت بس كل اللي عليك هتخليه يمسوا على الورق ده وتاخد 10000 جنيه وتمشي. انت متخيل اللي انت بتقوله اصلا؟ يا ست خلاص انت هتزعلي ليه؟ براحتك، اي حد ياخد 10000 جنيه ويجي يعمل الحوار ده. اقعدي يا ست اقعدي. بابا ايه ابني اللي اخرك؟ عليكم الساعه الطاوله كده. ازيك يا حاج؟ اهلا يا انا ابني. جبت لك الراجل اللي هيأجر الشقه اهو. اهلا 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 حبيبي، اهلا ازيك يا يا حبيبي. حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا عم وخلص بقى. يلا يا حاج عشان ايه؟ انت عرفته يلا على يا حاج. الشقه؟ ايوه هتأجرها عرفت قد على ايه؟ كل حاجه. هتأجرها قد ايه؟ هجرها سنه يا حاج. جاب بس صبعك كده يا بس ابويا. خلي بالك يا ابني، السباكه اهم حاجه. من عينيا الشقه يا ابني الاتنين. اهم حاجه، الايجار ما اللي تقلقش. تحافظ عليها. ما تقلقش. هو ايه ده؟ لحظه، ايه ده؟ ايه في حاجه يا بنتي ولا ايه؟ ايه ده؟ هات يا حاج صبعك اهو يا ابني. ايه ده؟ لا يلا يا حاج هات سبق. لا بصوا يا حاج. في ايه؟ لا. في ايه؟ في ايه حضرتك؟ لا في ايه يا ايه؟ بنتي؟ في ايه اللي حصل؟ بيضحكوا عليك يا عمو. بيضحكوا هاتي عليا؟ بس كده. لا يا حاج هاتي بس كده الورق بعد اذنك. بس كده انت بتهزر. بجيب يا انسه كده بيضحكوا عليك يا عمو، مش هيعملوا حاجه. ايه اللي حصل يا بنتي؟ تعالي قولي لي في ايه؟ بص اقول لك على حاجه. هو عايز يوديك على البيت، عايز يوديك على البيت. يا حاج اقعد يا حاج اقعد. بيضحك عليك انت تعرفها اصلا ولا احنا نعرفها؟ يا بنتي ده ابني أيوة. يعني ابنك ابنك هيسرقك انا يا حاج؟ انت هتصدق؟ لا عمري ابني. انت هتصدق اي حد يا حاج؟ لا. تسكت. هو جه وقال لي ان هو عايزني انا اعمل نفسي المستاجره عشان يمضيك على عقد البيت، وبعد لما انا ما وافقتش جاب الراجل ده. دي كذابه يا حاج. جيب الورق. ليه تاخده ازاي؟ انت مقطع الورق. طب شوف يا عم مين. انا مش عارف ايه ده. يا بنتي عرفيني في ايه اللي حصل؟ الورقة. يا بنتي انا كفيف ومش عارف ايه اللي بيحصل، ما قولي انا لي. حكيت لك اهو يا عم. هو جه بيقول لي عايزك تعملي نفسك المستاجره وتمضي بابا على عقد البيت والارض والكلام ده، عشان اخواتي خايف ان هم ياخدوا حاجه. يا ده مش ولما ايجار انا ما شقه. وافقتش راح جاب صح. يا ده مش ايجار شقه يا بنتي. لا انت يا ابني ايوه يا حاج انا هنا اهو. مش مكسوف من نفسك. ايه اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ مفيش حاجه من الكلام ده يا حاج حقيقه. هي مصلحتها ايه ان هي تقول كلمتين زي دول؟ ليه كده يا ابني؟ كده ليه بتعملي كده؟ عشان حرام. روح لربنا اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. حسبي الله ونعم الوكيل شوف فيه. مصلحتك بقى. يا استاذه ثواني كده. نعم. بصي كل اللي حصل ده تمثيل. ده مش ابويا اصلا، ده ممثل معانا. الشخص اللي جه ده معانا في فريق العمل. كل ده بس تجربه اجتماعيه احنا كلنا بنعملها معاك. انا ممثل على فكره معاه. انت ليه ما خدتيش الفلوس منه؟ عشان مش هينفع. ليه مش هينفع ليه؟ ما تربيتش كده، مش هينفع. على فكره لو اي حد اتعرض عليه 10000 جنيه هيوافق وياخد الفلوس. ليه انت ما ممكن خدتيش؟ ربنا يرزقني بعدين بكتر منهم عادي. كتر خيرك، انت بنت حلال والله. بس كده هتلاقي في حد بيصور منك بيشاور لك اهو. موافق زي الحلقه؟ ماشي تمام. اعملي بالك